سيبك من الفيديو اللي انت شايفه ورايا دوت وخليك معايا واسمع المشكله، وهنرجع للفيديو تاني وهقول لك انا قصدي ايه من الفيديو. في مشكله عندنا واقع فيها، ليا اخ في واحد ما عندوش لا ذمه ولا عنده ضمير للاسف، ماسكه هو وعياله ضربه وعمال يضرب فيه بقاله كام يوم ومحدش عارف يعمل له حاجه. وللاسف احنا مش قليلين، احنا 22 اخ حواليه بس مش عارفين نعمل له حاجه، لان الراجل اللي ما عندوش لا ذمه ولا عنده ضمير وراه عصابه كبيره جدا وهي اللي واقفه وراه ومأيداه، وهي اللي مقويه على اخونا اللي احنا مش عارفين نعمل له حاجه، واقفين حواليه ومش قادرين نعمل له اي حاجه. بس اللي قدرنا عليه ان احنا جرينا جبنا شويه شاش وقطن وشويه اكل عشان ياكل ويشرب ويتقوت ويعالج نفسه ويستحمل الضرب اللي بيتضربه، مع ان هو قال لنا في وسط الضرب اللي هو بيتضربه انا مش محتاج العلاج بتاعكم، مش محتاج الاكل بتاعكم، انا محتاجكم تقفوا معايا، انا محتاجكم تقفوا جنبي، مش محتاج اي حاجه. انتوا 22 اخ سايبيني ليه الواحد عمال يضرب فيا انا وعيالي ومش عارف اعمل له حاجه، ولا انتوا عارفين تعملوا له حاجه. مش محتاج الاكل بتاعكم ولا محتاج اي حاجه، ولا محتاج ان انتوا تزعقوا وخلاص والحقونا يا ناس وغيتونا يا ناس. انا محتاجكم تقفوا كتف في كتفكم، دي الحاجه اللي انا محتاجها منكم. وللاسف لغايه دلوقتي عمال يتضرب واحنا لغايه دلوقتي مش قادرين نعمل له حاجه، مع اننا وبوضعنا وان احنا اخواته الكبار عندنا اولاد والله العظيم لو فتحنا الباب على البلطجي اللي ماسك اخونا بيضربه ده لا هياكلوه باسنانهم، مش محتاجين يمسكوا في ايديهم اي حاجه، هياكلوه باسنانهم اكل. بس للاسف احنا اللي قافلين على اولادنا البيبان، مش مخلينهم يخرجوا يواجهوا البلطجي اللي بيضرب اخونا هو واولاده، ومش راحمينهم لغايه دلوقتي. دي المشكله اللي انا واقع فيها ومش لاقي لها حل لغايه دلوقتي. وبالنسبه للفيديو اللي ورانا دوت، ده اللي بيمثل الوضع اللي احنا فيه. عروسه بسم الله الله اكبر جت تتكل على العريس بتاعها، اتكلت على حيطه مايله وخدها ووقع. هو الوضع اللي احنا فيه. للاسف اخونا اتكل على الحيطه مايله، وللاسف هناخده ونقع الا اذا اخ فينا كان عنده ذمه وعنده ضمير ولحق اخوه.